بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الاعزاء، النهارده هنعمل مع بعض فطاير جميله. تنفع للفطار، تنفع للعشاء، في اي وقت جعانين مفيش مشكله. انا عن نفسي عملتها فطار النهارده. دي عباره عن ايه؟ عباره عن بيضه. هاخد بيضه واحده، طبعا كده اقلبها كويس جدا. احط عليها يعني ممكن ملح وفلفل. انا بحب الملح والفلفل عامه، وهو بيبقى ضروري مع البيضة عشان الزفارة. معايا كوباية مية بعد ما خلطت البيضة كويس. دي كوباية مية، وكمان معايا 2 كوباية لبن هحطهم بالتدريج واقلب كويس جدا. معلقة صغيرة سكر، طبعا مع اللبن والمية والبيضة، وقلبت كويس جدا جدا. وبعد كده طبعا معلقة خل صغيرة، وكمان معايا 2 معلقة زيت. ممكن زيت عباد عادي، او زيت ذرة، او زيت زيتون، بتبقى جميلة لو زيت زيتون. وده كزبرة خضراء مع شوية بقدونس. طبعا انا خدتهم معايا، خرطتهم كويس جدا وقلبتهم معايا في الخليط، وبقى معايا الخليط بالشكل ده. ودول 2 كوباية دقيق، انا هاخد احتياجي منهم، يعني ممكن اخدهم كلهم، ممكن اخد معلقتين كمان فوق منهم تبع الدقيق وتبع القوام. انا كده هفضل اقلب لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، اللي هتشوفوه حضراتكم دلوقتي بعد ما اخلط الدقيق مع الخليط. انا كده احتجت كمان شوية فوق الكوبايتين، فانا اخدت شوية عادي بحيث اني انا اعمل القوام ده قوام متماسك، يعني ما يبقاش تخين قوي او فرط قوي، هيبقى بالشكل ده. وطبعا خدتهم في دورق كده عشان اعرف يعني اخد الفطيرة معايا في الطاسة كده وانا بشكلها. ودي طاسة على النار، دهنتها دهنة زيت خفيفة جدا، وبدأت طبعا اشكل الفطاير بالشكل ده. النار الاول بتبقى سخنة، وبعد كده ابدأ اهديها شوية، هتستوي الفطيرة بالشكل ده من تحت. هبدأ اخدها على الوش التاني مرة كمان لغاية ما تبدأ تاخد معايا اللون ده واحسها استوت. ودي الفطيرة كده بعد ما استوت بقت بالشكل ده، طعمها جميل جدا. طبعا انا يعني كده هاخدها على شكل رول. لو عايزة تفردي فيها طبعا شريحة جبنة شيدر او رومي او مثلث، جبنة مثلثات عادي براحتك، بس انا عن نفسي كلتها كده من غير اي حاجة، لان هي طعمها كده جميل جدا، وهي مغذية، وطبعا بيض وخضرة وفيها طبعا مكونات كويسة. وكده بالهنا والشفا اللي جرب.